الضحايا 17 طفل. في سنة 2015 اتولد حوالي 700 ألف طفل في المملكة المتحدة، منهم 3000 طفل في مستشفى كونتس أوف تشيستر. لكن في الفترة ما بين يونيو 2015 ويونيو 2016 ظهرت مؤشرات إن في حاجة غريبة بتحصل، وحاجة مش بس تقلق، دي حاجة ما تخطرش على عقل حد. في الفترة دي لاحظ الأطباء ارتفاع حاد في نسب وفيات الأطفال في وحدة حديث الولادة في العناية المركزة. المدعي العام نيك جونسون المسؤول عن القضية قال في المحكمة إن الأطفال اللي حالتهم ما كانتش مستقرة صحيا اتدهوروا فجأة، وفي منهم اللي مات مباشرة، وفي منهم اللي وفاته جت بعد معاناة شديدة بسبب المضاعفات. أسباب الوفاة ما كانش من السهل على الطب الشرعي تحديدها، ولكنها انحصرت في 3 أسباب: حقن الأطفال بالهواء، أو الإنسولين، أو زيادة جرعات اللبن بشكل مبالغ فيه. الوفيات بدأت بالطفل اللي أطلقوا عليه الطفل ألف، واللي توفى بعد يوم واحد من ولادته في يونيو 2015. هو صحيح كان اتولد بدري عن ميعاده، لكن صحته كانت كويسة، لكن فجأة وبدون أي مبرر أو سبب طبي واضح حالته اتدهورت وتوفى في خلال ساعة ونص في وحدة العناية المركزة. الطب الشرعي حدد سبب الوفاة بأنه الحقن بالهواء، وده اللي تسبب في تغيير لون بشرته، واللي أصبح علامة مميزة لكل الأطفال اللي مرضوا أو توفوا خلال الفترة دي. أما الضحية التانية فكانت أخته التوأم، واللي تقرير الأطباء بيقول إنها تعرضت لشكل من أشكال التخريب، وهي كمان تم حقنها بالهواء. محاولات قتل الطفل ألف وأخته التوأم كانت محسوبة ومستمرة ومتطرفة، وتعرضوا لأكتر من محاولة. كانوا أقوياء وكانوا بدأوا يتحسنوا، لكن في الآخر فرقوا الحياة. ولما عدد الوفيات بدأ يرتفع بشكل مش طبيعي، المستشفى أخيراً أدركوا خطورة الموقف وعملوا تحقيق عشان يعرفوا ليه الأطفال دي بتموت. وهنا ظهرت حاجة تقلق، وهو وجود عامل مشترك بين كل الحالات، وهو اسم ممرضة الأطفال حديث الولادة لوسي ليدبي، واللي وصفتها الصحف وقتها بأنها صاحبة أكبر رصيد في عدد الضحايا من الأطفال في تاريخ إنجلترا. قبل أسبوعين من أول ضحية، لوسي كانت خلصت تدريب خاص بالحقن الوريدي والمحاليل للأطفال، وكان في تأكيد على خطورة حقن الهواء اللي ممكن تسبب جلطات وتوصل للوفاة. والسؤال هنا، هل ممكن يكون ده بشكل ما ألهم لوسي بأول جرائمها، ولا دي مجرد صدفة؟ اتولدت لوسي في 4 يناير 1990، وكانت البنت الوحيدة لوالدها ووالدتها. عاشت وتربت في مدينة هارفورد، وعلى عكس كتير من القتلة اللي بيبقى ليهم ماضي مؤلم، لوسي عاشت حياة عائلية مستقرة واتمتعت بطفولة مميزة. كانت أول حد في عائلتها يدخل الجامعة، وحصلت على شهادة التمريض من جامعة تشستر سنة 2011، وبدأت تدريبها في مستشفى كونتس أوف تشستر اللي اشتغلت فيها بعد كده في وحدة حديث الولادة، تحديدا في قسم العناية المركزة. في شهادة واحدة من صديقات لوسي المقربين قالت إنها اختارت تبقى ممرضة عشان عاشت حياتها ممتنة للممرضات اللي ساعدوها وأنقذوا حياتها لما مرت بولادة صعبة وظروف صحية أصعب، وشافت إن الرسالة المطلوبة منها في حياتها إنها تساعد الأطفال اللي اتولدوا في ظروف صحية مشابهة. في الوقت ده وصفت لوسي فريق التمريض في المستشفى بأنهم عيلتها الصغيرة، وكانت بتقضي معظم وقتها مع ممرضات تانيين في المستشفى. وبصفتها ممرضة متخصصة في وحدة حديث الولادة، كانت مؤهلة لرعاية الأطفال الأكثر مرضاً، وده معناه إنها هتقضي معظم وقتها في الحضانة في وحدة العناية المركزة. لكن بين يونيو 2015 ويونيو 2016 7 أطفال اتوفوا فجأة بدون أي أسباب واضحة، وكان في 10 أطفال تانيين هيموتوا ولكن تم إنقاذهم، واللي عاش منهم عاش بيعاني مضاعفات كتير بسبب اللي تعرض له. وده اللي خلى الجهات المسؤولة عن التحقيقات تراجع جداول حضور كل العاملين بالمستشفى وتقارنها بتوقيتات الوفاة. وهنا اكتشفوا تكرار اسم لوسي في كل التوقيتات الخاصة بجميع حالات الوفاة. وكمان في الفترة اللي اتنقلت فيها القسم تاني بشكل مؤقت كان في استقرار في الحالة الصحية لمعظم الأطفال. وهنا الحكومة البريطانية أمرت بفتح تحقيق مستقل بعد إدانة لوسي، وقالت في بيان إن التحقيق ده هدفه كشف ملابسات جرائم القتل ومحاولات القتل في حق الأطفال. وجهوا لها 22 تهمة، منهم 7 تهم جرائم قتل و15 تهمة محاولات قتل ل10 أطفال تانيين. المحاكمة بدأت في أكتوبر 2022. أهالي الضحايا قالوا شهاداتهم أثناء المحاكمة، اللي لو اتميزت بحاجة فهي أصوات بكاء أهالي الأطفال. محامي لوسي أنكر كل التهم، وقال في دفاعه إنها ممرضة متفانية وإن رسالتها في حياتها هي رعاية الأطفال،
لكن المستشفى في الفترة دي استقبلت أعداد أكبر بكتير من المعتاد، ومع احتياجات رعاية أكبر ومع ضغط الشغل لوسي ما قدرتش إنها تساعدهم، وأكد على عدم وجود أدلة كافية ضد موكلته، وقال إن في 4 أطباء وذكرهم بالاسم هم المسؤولين عن تلفيق القضية لموكلته، وإنهم بيعملوا كده عشان يداروا على فسادهم وفشلهم في إدارة المستشفى. وقال إن القضية كلها مبنية على افتراض مسبق للذنب بحق الممرضة. وفي المحاكمة الادعاء قال إنها دايما كانت بتستهدف الأطفال اللي اتولدوا بدري عن ميعادهم أو في ظروف صحية صعبة. فهل ممكن يكون التشابه بين حالتهم الصحية وظروف ولادتها حركها بشكل ما ناحية الأطفال دول؟ من بين الضحايا كان في توائم ثلاثية، منهم 2 اتوفوا في 24 ساعة، وتم إنقاذ أخوهم الثالث لما أبوه وأمه أصروا ينقلوه لمستشفى تانية، ده غير طفلة تانية اتولدت قبل ميعادها وتعرضت لمحاولة القتل 3 مرات في سبتمبر 2015، وعلى الرغم من إنها ما زالت عايشة الحمد لله إلا إنها بتعاني من إعاقة شديدة. أثناء المحاكمة حكت إنها راحت تودي اللبن لواحد من ولادها التوأم الساعة 9 بالليل، لكنها اتفاجئت بصوت صريخ مش طبيعي. لما دخلت عليه الحضانة لقيته لوحده ولقيت دم كتير على بقه. طلعت تحاول تستنجد بأي حد لحد ما لقت لوسي جاية من بعيد، وقالت إن وقتها لوسي طمنتها وقالت لها إن حالة الطفل حرجة ومحتاجة تدخل ما يسمحش بأي زيارة. الادعاء قال إن الممرضة كانت دخلت واحدة من المعدات الطبية في حلق الطفل اللي مات بعدها بوقت قليل بعد ما فقد أكتر من ربع دمه، وده بسبب إنه كان مريض سيولة، وإن دي معلومة كانت لوسي أكيد عارفاها وعاملة حسابها وهي بتختار طريقة القتل. رئيس التحقيقات قال إنه للأسف ما يعتقدش إننا هنقدر نعرف الدوافع إلا لو لوسي قررت بنفسها إنها تقول. بالنسبة لهم هي ست عادية عايشة حياة صحية وليها دايرة أصدقاء وناجحة في شغلها وما عندهاش أي شيء غير طبيعي في حياتها. أقرب حاجة لاعتراف من لوسي هي ملاحظات مكتوبة بخط الإيد لقوها في شنطتها لما فتشوها في يوليو 2018. كتبت في واحدة منهم: قتلتهم متعمدة لأني ما كنتش كويسة كفاية لرعايتهم، أنا عملت كده عشان مصلحتهم، أنا فعلا شريرة، أنا عملت كده. وكتبت في ملاحظة تانية كمان إنها عمرها ما هتتجوز ولا هيكون ليها أسرة وعيلة. لوسي قالت في المحكمة إن الملاحظات دي مجرد شخبطة لشخص مكتئب بسبب وقفها عن العمل أثناء التحقيقات، وإنه في ملاحظات تانية فيها كلام كتير مكتوب يدل على براءتها. وعلى الرغم من إن الوثائق دي إدت للشرطة نظرة مبدئية عن عقل الممرضة، إلا إنها ما كانتش كافية إنها تتقدم للمحكمة على إنها دليل قاطع على اتهامها. وفي النهاية اتوجه لها التهم رسميا بقتل الأطفال. دوافع لوسي لارتكاب الجرائم دي لسه مش واضحة، يمكن تكون ظروف ولادتها الصعبة ساعدت في صنع خلل في شخصيتها يديها الحق إنها تنهي حياة الأطفال دول، وممكن يكون إحباطها الشديد من فشلها في رعايتهم خلاها تقرر إنها تنهي معاناتهم. لكن في كل الأحوال حجم الجرائم بيشير لتخطيط معقد، والسؤال المهم اللي طرحه خبراء قانون كتير: هل فعلا لوسي اتحكمت محاكمة عادلة؟ مفيش شهود ومفيش أدلة من الطب الشرعي ومفيش بصمات تربطها بحالات الوفيات، والاتهام اعتمد على الإحصائيات. حتى الكلام اللي لقوه مكتوب ما ينفعش يعتبر بمثابة اعتراف. فهل ممكن فعلا لوسي تكون ما قتلتش الأطفال؟ وأثناء المحاكمة لوسي شهدت لمدة 14 يوم وأصرت إنها بريئة، ورفضت حضور الجلسة الأخيرة لما أعلنوا الأحكام الإضافية. وفي أغسطس 2023 أعلنت المحكمة إدانتها رسميا كقاتلة الأطفال، واتحكم عليها بالسجن مدى الحياة. وفي النهاية فقدان طفل هو تجربة محزنة لأي أسرة، لكن إيذاء طفل في الظروف الصحية الصعبة دي حاجة لا يمكن تخيلها. بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.